السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا في أفضل الأحوال في تمام الصحة والعافية، والله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة والعافية وبطول العمر غير فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله تعالى. وصفة اليوم أو لا طلبية اليوم السلو أو السفوف المغربي بكمية قليلة. أنا غادي نعطيكم كمية قليلة، فاللي كيشاهد القناة ديالي لأول مرة مرحبا بكم، شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، فهي اللي كتشجعني وكتحفزني. ونمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عندي نصف كيلو ديال الفول السوداني أولا كاوكاو، يمكن لكم تستعملوا كاوكاو البلدي. عندي الزنجلان نص كيلو، وعندي نص كيلو ديال اللوز. يعني في المقادير كامله غادي نستعمل نصف كيلو نصف كيلو نصف كيلو. الا بغيتوا تستعملوا كميه قل يعني رابعه، يمكن لكم ديروا رابعه رابعه رابعه. فانا هاد المقادير غادي هاد المكونات انا ما كنقليهاش، ما كنقليش في السلو ديالي اولا السفوف ديالي. انا ما كنقليش فيه، ما كنقليش نهائيا اللوز اولا كاوكاو. كنحمر كل شيء في الفران على النار اللي كتكون 180 درجه. كنسخنو من قبل على نار ديال 180 درجه، كندخل اللاطات، من بعد كنقص ل 160 درجه وكنخليه يتحمر مزيان حتى كيدخلوا الطياب كيف ما وريتكم. يعني كتقسموا الحبه كتلقاو بانها محمره من الداخل، كتبقى هذيك القرمشه محافظه على القرمشه ديالها لمده طويله، وكتجي التحمار في الفران حسن من من انكم تقليوها في الزيت، وكتبقى محافظه على ديك القرمشه ديالها لمده طويله. الا ما توفرش عندكم الفران بغيتو ديروا المقله الثقيله فيمكن لكم غير النار تكون مهيله وتبقاو تحركوا. هنا كيف ما شفتوا فانا اللوز غير هرمشو في الاشواغ. الا بغيتو نتوما طحنوه حتى يخرج لكم الزيت ديالو ديروا اللي بغيتو. هنايا الزنجلان فانايا دوزته في الاول في الاشواغ، من بعد غادي نطحنو في هاد الماكينه حتى غادي يولي عجينه، لا هو لا الكاوكاو او الفول السوداني. هنا غادي ندوز باش نخلط كلشي المكونات. عندي 2 ملاعق كبيره ديال، انا غادي نعاود معكم المقادير، فانا غير كنوريكم هنا بلا ما نزرب عليكم لا فيديو. انا كنوريكم غير المقادير، ولكن غادي نعاودها معكم ملي غنبغي نخلط. تما بالنسبه للدقيق عندي كيلو ونصف ديال الدقيق اللي حمرته حتى هو غير في الفران بنفس درجه الحراره اللي حمرت فيها الفواكه الجافه. فكيف ما شفتوا هذا هو اللوز، فانا طحنته حتى رجع عجينه. وكاوكاو اولا الفول السوداني حتى هو نفس الشيء، طحنته مزيان حتى رجع عجينه، وطحنوه هو باقي مازال دافي باش تحصلوا على ديك العجينه هكا. فانا استعملت نصف كيلو ديال ديال الفول السوداني اولا كاوكاو، نصف كيلو ديال الزنجلان، ونصف كيلو ديال اللوز. واستعملت معاه فكل نص كيلو كندير معاه نص كيلو ديال الدقيق. ما تفوتوش هذا الدقيق اللي عطيتكم، القياس اللي عطيتكم باش ما يجيكم سلو يعني مقوم. تما عندي 2 معالق كبار ديال النافع مع 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، وعندي 1 معلقه ونصف ديال القرفه، وعندي 1 معلقه نصف ملعقه صغيره ديال الكوزه محكوكه او اقل، وعندي نصف ملعقه ديال سميتها مسكه الحره. مسكه حره غتاخذوا واحد 5 الحبات اولا 4 الحبات، وغادي طحنوهم مع معلقه ديال السكر كلاصي اولا سكر سنيده، اولا تدقوهم في المهراز غير باش يساعدوكم داك السكر، غير باش يساعدكم باش انه يدق لكم ديك المسكه الحره. يعني كميه قليله غادي تلصق لكم في الماكينه اولا في المهراز. تما عندي واحد 300 غرام ديال السكر كلاصي. نتوما لما بغيتوش، لما كتبغيوش الحلاوه غتنقصوا من الحلاوه. فانا هاد المقادير اللي عطيتكم هذاك السكر غادي يجيكم هو هذاك، ديك الكميه ديال السكر غادي يجيكم هو هذاك، ما غاديش يجيكم مسوس وما غاديش يجيكم حلو، غادي يجيكم هو هذاك. عندي انا استعملت 3 الكؤوس ديال الزيت اللي جمعت لي هاد المكونات. هذاك الزيت غادي تشدوه غادي تسخنوه مزيان بحال اللي غتقليو الفريت، تيسخن بحال اللي غادي تقليو الفريت. من بعد غادي تخليوه حتى يدفى، حتى يبرد عفوا، عاد غتبداو تخلطوا به هذاك الشيء.
انايا ضفت داك الزيت وخلطت مزيان المكونات حتى تجانسوا. من بعد انا خديت العجانه اللي ما توفرتش ليها العجانه، غادي ندلك المكونات مزيان. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا نهبط في دوك الجناب اللي غادي يطلعوا ليا مع العجانه. خديت هنايا واحد معلقه كبيره وبديت كنخوي الزيت بشويه بشويه. ضروري تخويو سواء درتو خلطتو ما بين الزبده والزيت سواء درتو غير الزيت. انا كنفضل صراحه الزيت بوحدها. وبالنسبه اللي غادي يخلط بالزبده، الزبده خاصكم الزبده خاصكم تذوبوها مزيان حتى تولي نوازيط، يعني حتى تبدا تطرطق. باش غتعرفوها نوازيط غتبدا تطرطق، ملي غتبدا تطرطق شويه هذاك الصوت ديال يعني غيبدا يطرطق غيختفي. غادي يبان لكم القاع ديال الكاسرول ديالكم بحال اللي فيه حبيبات محروقين، بحال الفينو اللي تحرق لكم في المقله ملي كتبغيو ديروا البطبوط. هنا غادي نبدا نعبر. علاش قلت لكم ان الزبده تولي نوازيط؟ لان انا ما ذوبتوش الزبده حتى ولات نوازيط. السلو ديالكم ما غاديش يبقى معكم لمده طويله. وثاني شيء ملي غادي تبداو تناولوه يدوز غير واحد المده قليله غتجيكم فيه ريحه بحال ريحه السمن. هنايا من بعد ما ضفت داك الزيت كامل، انايا كيف ما قلت لكم خدات معايا ثلاثه الكيسان عنبه ديال الزيت اللي سخنتها كيف بحال اللي غنقلي الفريت. بقيت كنضيف بشويه بشويه. ضروري تضيفوا الزيت غير بشويه بشويه، لان لا فوتوا فيه الزيت ودلكوه، لان غير غتبقاو تدلكوه غادي يبدا يطلق الليدام ديالو. هذوك الفواكه الجافه غيبداو يطلقوا الليدام ديالهم. انا بديت كنعبر في لي باكيت اولا في العلب الجوطابل. هاد العلب الجوطابل بديت كنعبر للناس الكميه. فعطاتني تما تقريبا عطاتني واحد 4 كيلو 700 غرام، يعني علين 5 كيلو. 5 كيلو قل 200 غرام. هاد الكميه اللي عطيتكم ما تخرج لكم 5 كيلو قل 200 غرام. فانا كنوريكم راه واخا ما كثرتش الزيت، ما كثرتش الزيت، ما استعملتش الزبده، فهو كيجي مجموع. غير خليوه واحد شويه وغطيوه بلاستيك راه غادي يتجمع وغيطلق هذوك الزيوت ديالهم. قبل ما ننسى، فانا استعملت اكثر من كيلو ونص. انا استعملت كيلو 700 غرام، لان ما غادي تجيو تعبروه حتى غادي تحمروه وتغربلوه عاد غتعمروا عفوا غادي تعبروا كيلو ونص. بالنسبه لثمن البيع باش خرج، فانا خرجت الكيلو ونص ب 110 دراهم. الكيلو خرجته ب 70 درهم، ونص كيلو خرجته ب 40 درهم، والرابعه هاد 250 غرام فانا خرجتها ب 20 درهم. فانتوما غادي تخرجوه بالثمن اللي غادي يناسبكم. وشنو المكونات اللي ضفتو. فلا عجبكم الفيديو، فلا عجباتكم الطلبيه ديال اليوم اولا الفيديو ديال اليوم، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم. شكرا والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.